العالم التصريح كيشهد بالمنجزات اللي كاينه في المغرب، ولكن هادو والو. كيقول لهم داكشي اللي قال لكم تبون هو اللي كاين. بحال كتقول ليه هاد الستيلو مثلا راه خضر، تيقول لك لا احمر. يا ودي راه خضر لا احمر، قال لنا تبون، قال لنا عمي تبون راه احمر. وتحيا تبون، تحيا عمي تبون. قارن لي بين قطر والمغرب، زوز دول كبرى قاعده تنظم. بالله سؤال خذوني على قد عقلي، في الماتش شتي تصب ماتش كامل ما ريت حتى ماء، حتى قطره مزلق حد ما يعني شنو فما مصاصه تجبد في الماء ولا شنو فما في التراب؟ لا ما تضحكش عليا معناتها شتي تجبد قويه وفيضانات في الملعب ما رينا شيء، والملعب ماهوش مسكر. ما فهمتش بالله سلكي بالانفراروج شنو الجو؟ بلي حطيت بلي والله شنو صاير عليه ما ريناش المطر بالكل. تونسي اللي مشى كيقول لهم الملعب ما فيش الضوء، ما فيش واش ما فيش الضوء اللي في الملعب مولاي الحسن ومولاي عبد الله، داكشي ضوي تونس كامله، ولكن في الاخر تفضح. ومنين تفضح وهذا بدا كيعتذر. اذا كان فما سوء فهم مثل ما الا كان فما اي طرف ولا اي مواطن مغربي يتمس من كلامي انا نعتذر منهم. نحب نقول لهم كالعاده رانا اخوه ونقعدوا ديما اخوه، راني ما قصدت حتى شيء، انتم اخواتنا نحبوكم برشا، ان ربي يوفقكم. واحد الملعب في دورتموند في المانيا حتى هو شوف شحال ديال الماء كينزلوا تما، وهذا الجزائريين هذوك كراغلا مشاو كيبوكا حكا الملعب ديال طنجه، شافوا واحد شويه شي قطره ديال الماء. ودابا شوفوا هذا الملعب ديال المانيا ديال دورتموند، شوفوا شحال ديال الماء كينزل. انا فكرني في الشلالات ديال اوزون، شحال ديال الماء، هو ما كاينش اللي يهضر في هذه القضيه. وهما الا نرجعوا لهم هما بروسهم والملاعب ديالهم بلا شتا، وبلا شتا كطيح كيهدي وتيطيحوا الحيوط ديالو. من مشجعي الفريق قد فقدوا حياتهم، ياسين وعثمان ويونس، بالإضافة طبعا إلى نحو 80 مصابا دخلوا مستشفيات قريبة من الملعب. وهذاك المصري اللي بان ليه راسه مشى للحوز، جبال الحوز، ومشى قال كيشوف الناس البسطاء اللي ما عندهمش التلفازه، راه ما كاين حتى شي بلاد ما فيهاش الجبال وما فيهاش الارياف، راه كلشي كاين المدن الكبرى، كاين قرى في اي فين ما مشيتي. انا معايا تيكت الماتش الافتتاحي في الاستاد بس مش هحضر. ليه؟ هقول لك دلوقتي. الله بقمتك. العالم كله انظاره دلوقتي على المغرب عشان كاس الامم الافريقيه، انظاره على العاصمه والاستادات والسياح والتطور اللي حاصل، لكن في ناس ما حدش يعرف عنهم حاجه. عندهم منية الارياف، عندهم بل هما مصيبه كحله اللي عندهم هما في مصر، والناس عندهم اتخذوا المقابر مساكين. يندب هؤلاء حالهم وحال عائلتهم الذي لا يسر عدوا ولا حبيبا بعد أن لفظتهم الحياة وأجبرتهم على الإقامة مع الأموات ليعيشوا حياة في رحاب الموت. بحال هذاك وليد صادي ولا سميتو رئيس الاتحادية الرياضية ديالهم، جالس واحد واش في المدرجات ديال الملعب وكيضرب في واحد الطبلة، كيدير لها هكا كيجرب واش هذيك الطبلة بلاستيك ولا جاج. المغرب هادي ولا امريكان يا خوتي، والله غير شغل اوروبا يا خوتي، هادي ما غيرش المغرب. والله يا خوتي المغاربه يعطيكم الصحه، والله غير راكم خدمتوا بلادكم، الله يبارك، بلد عالمي هذا يا خوتي ما شاء الله، والله غير هربتوا على الجزائر والله. إخواني أخواتي السلام عليكم أينما كنتم، نرجوكم ألا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا ولا أمرا، لأننا كنقول لكم داكشي اللي كاين بلا زواق بلا نفاق. كلامي طبعا كنوجهو للمغاربة الحرار الغايورين على بلادنا وعلى المقدسات ديالنا وعلى كل ما كيهم الوطن ديالنا. اما الخونه
ما معاهمش الهضره، لان من خان وطنه لا وطن له. من خان وطنه لا وطن له. غادي نطرقوا في هذه الحلقه لبعض المواضيع، منها هاد المشككين اللي باقيين كيشكوا في الملاعب ديالنا بهذه المناسبه ديال العرس الكروي اللي كيتقام في بلادنا. ومنهم هاد خاصه هاد الناس هادو جوارينا كما كيقولوا هما جوارينا، هاد الكراغله اللي باقيين كيشككوا في الملاعب ديالنا، باقيين كيقولوا بلي حنا ما عندناش ملاعب الى اخره، رغم ان كيشوفوا كل شيء بعينيهم، كل شيء كيشوفوه، ورغم ان كيشوفوا الحقيقه كيعوجوها. هادو عمروا القنوات ديالهم وشارجوهم وشحنوهم باش يبقاو على واحد الحاجه، هي ان المغرب عدو، وان المغرب ما عندوش بنيه تحتيه، ما عنده ملاعب، ما عنده والو، ورغم انهم كيشوفوا كل شيء بعينيهم، والعالم باسره كيهضر، والعالم باسره كيشهد بالمنجزات اللي كاينه في المغرب، ولكن هادو والو. كيقول لهم داكشي اللي قال لكم تبون هو اللي كاين. بحال كتقول ليه هاد الستيلو مثلا راه خضر، تيقول لك لا احمر. يا ودي راه خضر لا احمر، قال لنا تبون، قال لنا عمي تبون راه احمر، وتحيا تبون، تحيا عمي تبون. هادو بحال دوك الجوج اللي كانوا غاديين في واحد المنطقه، وبان لهم واحد شي حاجه كتحرك كحله. واحد قال الاخر، قال ليه هذيك وقيله شي معزه، قال ليه لا ماشي معزه، غراب. قال ليه لا، دابا غادي ندير واحد، بقاو كيهضروا كيتهضر، قال ليه غندير واحد القضيه، الى طار راه غراب باين، الى طار راه غراب، وإلا ما طارتش جلست في بلاصه راه معزه. عرفتي شنو قال لي هذا؟ قال لي لا والله واخا طير معزه، راه هذا المثل كيتداول عندنا في المغرب، ولو طارت معزه. اذا كيبقاو شادين في ديك الكلمه ديالهم، واخا تكون ماشي هي حقيقيه، واخا كذوب، واخا نفاق، لا داكشي اللي كيقولوا هما اللي صحيح، هما اللي كيقولوا الناس الاخرين ماشي صحيح. المهم هذا غير واحد، فتحنا القوس وغادي نهضروا على واحد التقرير، غادي ندوز لكم واحد التقرير على الملاعب ديالنا، وعلى الفرق ما بين الملاعب ديالنا وما بين الملاعب ديال قطر. وما ادراك قطر، دوله بترودولار اللي طاحت فيها الشتاء 30 دقيقه ولا ما عرف 60 دقيقه وصافي، ما بقاش الملعب صالح للكره. اجراء المقابله اللي كانت ما بين المقابله الترتيبيه اللي كانت ما بين الامارات والسعوديه، وتحبست في الشوط الاول لحد الساعه دابا الان مازال ما كملوش الشوط الثاني. اذا شوفوا الفرق الكبير. بينما كانت الصور القادمة من ملعب خليفة الدولي بقطر تظهر عجز الأرضية أمام 30 دقيقة فقط من الأمطار الغزيرة، ظلت أرضية ملعب الأمير بن عبد الله بالرباط خضراء يانعة ثابتة ومثالية للدوران السريع للكرة رغم تهاطل الأمطار منذ 5 عصرا. فوقف المغرب شامخا ليثبت أنه في مستوى آخر تماما. بالأمس لم تكن مجرد انطلاقة بطولة، بل كانت ملحمة مغربية تحت سماء الرباط منذ 5 عصرا، والأمطار تتهاطل بغزارة من السماء، وكأنها اختبار حقيقي لجودة التنظيم وجودة ملعب الافتتاح. ولكن يا له من رد مفحم على المنتقدين. أرضية عالمية رغم السيول، حافظت أرضية الملعب على جودتها ورونقها، بل وعرفت تسجيل أفضل هدف في البطولة بمقاسية أيوب الكعبي. ومع ضربة البداية لبطولة كأس الأمم عاش العالم لحظات لا تنسى في حفل افتتاح مبهر، فامتزج التراث المغربي الأصيل بأحدث تقنيات العرض الضوئي ليعلن المغرب للعالم أن الكان في يد أمينة. انسيابية في الدخول، أجواء احتفالية صاخبة، ورسالة واضحة لكل المشككين: المغرب جاهز لاستضافة مونديال 2030 منذ الآن. وفوز المنتخب الوطني المغربي في مباراة الافتتاح
الافتتاح بهدفين ل0، هدف ينسيك في الآخر كان مثل حبة الكرز لهذا الحفل المبهج. وغادي نوري لكم انت واحد الملعب في دورتموند في المانيا، حتى هو شوف شحال ديال الماء كينزلوا تما. هاد الجزائريين، هاد الكراغله مشاو كيقول لك حكا الملعب ديال طنجة نزلات فيه طاحت فيه شاف واحد شي قطره ديال الماء. ودابا شوفوا هاد الملعب ديال المانيا ديال دورتموند، شوفوا شحال ديال الماء كينزل. انا فكرني في الشلالات ديال اوزون، شحال ديال الماء هو ما كاينش اللي يهضر في هذه القضيه. وهما الا نرجعوا لهم هما بروسهم والملاعب ديالهم بلا شتا وبلا شتا كطيح وتيطيحوا الحيوط ديالو. والفضيحه الاخيره في ذاك الملعب ديالهم اللي كيتعناو به، ملعب 5 جويليه ولا اش كيقولوا ليه، هو طاح عليهم الحيط وكانوا ضحايا. شحال واحد مات فيها. مع صافرة النهاية انفجر الجمهور حماسا، حالة فرحة كبيرة، لكن الذي كان ينتظر مشجعي الفريق لم يسمح بإكمال الفرحة. مشهد سقوط مرعب للعشرات من مشجعي الفريق استدعى تدخلا فوريا من فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف المحيطة بالملعب، ولكن للأسف كان 3 من مشجعي الفريق قد فقدوا حياتهم، ياسين وعثمان ويونس، بالإضافة طبعا إلى نحو 80 مصابا دخلوا مستشفيات قريبة من الملعب، بعضهم تعافى وخرج وبعضهم في حالة صحية حرجة. وهذه القضية هذه ما يهضروش فيها، تيشوفوا المشاكل اللي ماشي مشاكل، كيخترعوها انها مشاكل وكينساو المشاكل الحقيقيه ديالهم. وغادي نهضروا على الصحفيين، حتى هما اللي منهم صحفي تونسي وصحفي جزائري وصحفي مصري. يعني الصحفيين كلهم ماشي جاوا باش يعني يخدموا الخدمه ديالهم والمهنه ديالهم الشريفه، لان الصحافه راه عندها الاخلاق ديالها وعندها سميتو. لا، هما جاوا كيقلبوا على المشاكل، كيقلبوا على المغالطات، وكيقلبوا بحال هذاك التونسي اللي مشى كيقول لهم الملعب هذا بعيد على ما نعرف المدينه ب 25 كيلومتر وما فيهش الضوء وما فيهش. واش ما فيهش الضوء؟ وراه الضوء اللي في الملعب مولاي الحسن ومولاي عبد الله داكشي راه ضوي تونس كامله، ولا كتقلبوا على سميتو. ولكن في الاخر تفضح، ومنين تفضح وهذا بدا كيعتذر، وبل حتى القناه ديالهم اعتذرات وراه توبخ. كنظن كاع يمكن راه وبخوه نيت حتى هما التوانسه. مراسلنا حمزة الطياشي ارتكب خطأ جسيم عندما تحدث على أشياء لم تكن موجودة وبشكل استفز أصدقائنا في المغرب، فنعتذر صراحة. هو كحكايه الضوء، دونك على ذاك تسالنا واستغربنا في نهايه الامر، كانت شبه صدمه. على كل حال حتى وان اخطات التقييم تعتذر عن سوء الفهم ان صح التعبير، والنيه معناها طيبه، وما فما حتى حاجه تدعو الى التاويل وتهويل الامور.
حتى نغلق القوس بسرعة ونهتم بما هو أهم في علاقة بهذه الدورة المتميزة. بالضبط عادل، بالضبط. معناتها تقريبا كل التقارير كنا حكينا وأشدنا بهم، وأنا شخصيا كنت تكلمت وأشدت حفاوة الاستقبال للشعب المغربي، للسلطات المغربية. الناس كل كانت معنا، كانت وقفت معنا، كنا عاونونا في برشا حاجات اللي بالحق نشكروهم. المغرب اللي حكينا عليها على الاستعدادات الكبيرة سواء الكان اليوم اللي صايرة في المغرب وإلا كأس العالم إن شاء الله ربي يوفقهم في 2030، واللي متأكد أنا المغرب باش تخرج في حلة جيدة وباش تخرج صورة جيدة. أنا حاجة برك نحب نقولها عادة في الختام، إذا كان فما سوء فهم بكلامي وإلا كان فما أي طرف ولا أي مواطن مغربي يتمس من كلامي أنا نعتذر منهم. نحب نقول لهم كالعادة رانا إخوة ونقعدوا ديما إخوة، راني ما قصدت حتى شيء، أنتم أخواتنا نحبوكم برشا، إن شاء ربي يوفقكم. وهذاك المصري اللي عوض ما يمشي يبدا يعني يصور ويدير يعني لقاءات وكذا في الملاعب وهذا، لا شنو قال لي راسو؟ هو مشى للحوز، لجبال الحوز، ومشى قال كيشوف الناس البسطاء اللي ما عندهمش تلفازه، راه ما كاين حتى شي بلا ما فيهاش الجبال وما فيهاش الارياف، راه كلشي كاين المدن الكبرى، كاين قرى في اي فين ما مشيتي. انا معايا تيكت الماتش الافتتاحي في الاستاد بس مش هحضر. ليه؟ هقول لك دلوقتي. الله بقمتك. العالم كله أنظاره دلوقتي على المغرب عشان كأس الأمم الأفريقية، أنظاره على العاصمة والاستادات والسياح والتطور اللي حاصل، لكن في ناس محدش يعرف عنهم حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. خليني نبدأ بسؤال بسيط: هل كل حاجة شكلها إنساني تبقى فعلا إنسانية؟ ولا أحيانا بتكون مغلفة بالإنسانية وجواتها حاجة تانية خالص؟ القصة اللي معانا النهاردة بدأت بشكل عادي جدا. واحد مصري ساكن في مراكش، كأس أفريقيا شغالة، العالم كله باصص على المغرب، تنظيم، ملاعب، بنية تحتية، سياحة، صورة دولة. الراجل ده معاه تذكرة ماتش الافتتاح. أي حد مكانه كان هيعمل إيه؟ يحضر، يتصور، يعيش اللحظة. لكن هو قرر حاجة مختلفة. قال: أنا مش هحضر الماتش، أنا هطلع للجبل، لناس فوق في مناطق معزولة، ناس ما عندهمش تلفزيون ولا نت ولا حتى صوت يوصلهم بالعالم. عندهم أمنية الأرياف، عندهم بل هما مصيبة كحلة اللي عندهم هما في مصر، والناس عندهم اتخذوا المقابر مساكين، عايشين ميتين في الآخرة مع الميتين أكننا ميتين، واللي بيطلعوا الليل واللي بيعملوا يعني بنشوف حاجات كتير. يندب هؤلاء حالهم وحال عائلتهم الذي لا يسر عدوا ولا حبيبا بعد أن لفظتهم الحياة وأجبرتهم على الإقامة مع الأموات ليعيشوا حياة في رحاب الموت. احنا ما عندناش هذه المشكلة الحمد لله، ولكن الأرياف عادي تلقى فيها ناس ما عندهمش داك التكنولوجيا وكل شيء اللي كاينه في المدن، هذا عادي، راه كاين الأرياف، كاين الجبال وكاين المدن. عوض ما تجي تهضر على المغرب وعلى الأرياف ديالنا وعلى هذا، وسير هضر على دوك الناس ديالك اللي قلت لك ساكنين في المقابر وساكنين، هضر على الأرياف اللي فين كاين حتى هما الحمير وكاين الغنم وكاين، وراه ما يمكنناش نخلطوا بين هذا الشيء وهذا الشيء. وهذاك الجزائري تا هو اللي مشى لواحد الخلا ما عرف فين مشى، الله يعطيه العذاب الشديد، مشى لشي خلا تا هو ما فيه لا ضو ولا والو، راه عادي تمشي لشي بلاصه ما تخرج من المدينه وتمشي على برا ما بين مدينه ومدينه ولا شي حاجه، وما بان ليه غير تما باش يصور ودوز المغالطات تا هو. وهاد الناس هادو فين تعلموا الاخلاقيات والمهنه ديال الصحافه؟ هادو ماشي صحفيين، هادو متطفلين على الصحافه. هادو دابا هاد الناس هادو كيهضروا على حساب شحال شدوا، لا كلهم، لا داك المصري 100% ماشي غير جاو كيهضر هكاك، لان دوك الكبرانات راه كيطلقوا الفلوس باش يشريو الناس ويدوزوا المغالطات عندهم، ولكن الفلوس باش يفكوا هذاك الشعب ديالهم من المشاكل والمجاعه اللي كيتهمونا حنا بالمجاعه ما شاء الله. ولكن كاين بعض الجزائريين للامانه باش ما نعموش كلشي، كاين واحد البعض من واخا قلال، المهم كاين اللي جاو لهنا وشافوا المغرب وقال لك اودي
وتيتوجهوا لهذوك الناس النظام ديالهم، تيقول لهم داكشي اللي كنتو كتقولوا لنا راه غتخربيق. وكاين كاع اللي كيقول لك واك عباد الله واش هذا هو المغرب، تعجبوا تفاجئوا تصدموا. ما كاش بلد افريقيا داير كما هاك يا خوتي، كما المغرب. الله يبارك يا خوتي، هذه دبي ماهيش كازا يا خوتي، الله يبارك. والله غير الناس خدموا بلادهم ما شاء الله، يعطيهم الصحه. والله يا خوتي لا بلد اوروبي هذا ماهوش بلد افريقي، الله يبارك. كما راكم تشوفوا المغرب هذه ولا امريكان يا خوتي، والله غير شغل اوروبا يا خوتي، هذه ماهيش المغرب. والله يا خوتي المغاربه يعطيكم الصحه، والله غير راكم خدمتوا بلادكم، الله يبارك. بلد عالمي هذا يا خوتي ما شاء الله، والله غير هربتوا على الجزائر والله. ولكن الاغلبيه فيهم رغم انه واش كنقول لهم ما تقولوش شي حاجه مزيانه على المغرب نهائيا. انا ما عرفت هذا الشعب هذا حتى صلاه الجمعه ما بغاوش يمشيو يصليوها في المسجد، قال لك صلوها في الوطيل. وهذا المشكل داروه سابقا، داروها في الحج، في المقام ديال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاو الخطبه ديال عرفه اللي مديوره تما ومشاو تعزلوهم في واحد البلاصه وجابوا شي واحد كيخطب عليهم تما. العظيم ما شاء الله وصافي، والله العظيم لا ما شاء الله. أثار حديث إمام جزائري أمام الحجاج الجزائريين بعد ادعائه إهداء استقلال الجزائر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال أثناء إلقائه لخطبة عرفة أن الشعب الجزائري أهدى هذا الوطن بعد استقلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفا قال مرشد الجزائر مخاطبا الرسول بعد الاستقلال: يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. ولم يكتفي الإمام الجزائري بذلك بل زاد قائلا، ثم قال: إن الجزائري لم يجد أعز من رسول الله ليهدي إليه تراب الجزائر. يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. وكذلك ذاك المحلل التونسي اللي كيهضر انه كيتعجب كيفاش قال لك الشتاء شاده 5 سوايع ولا 6 سوايع ولا ما نعرف اكثر، والماء قال لك انا ما عرفت واش عندهم شي مصاصه كتمص من التحت ذاك الماء اللي كيطيح. قارن لي بين قطر والمغرب، زوز دول كبرى قاعده تنظم. بالله سؤال خذوني على قد عقلي، في الماتش الشتاء تصب ماتش كامل مريت حتى ماء، حتى قطره مزلق حد ما يعني شنو فما مصاصه تجبد في الماء ولا شنو فما في التراب؟ لا ما تضحكش عليا معناتها. الشتاء تجبد قويه وفيضانات في الملعب مارينا شيء، والملعب ماهوش مسكر. ما فهمتش بالله سلكي بالانفراروج شنو الجو؟ بالياي حطوها شتي بالياي والله شنو عليه ما ريناش المطر بالكل. ماشي هذا تعجب، ولكن ماشي يعني يقول شي حاجه اللي ماشي هي، كيقول الواقع. قال لك انا يعني تعجبت في هذاك المنع، ولكن هذوك الكراهيه ديما كيشكوا. واش واحد القضيه انه في المقابله الاولى ديال هذوك الكراهيه ما تشوف هذاك رياض محرز هبط وكاين صافي الحكم صافي بقى ليه والو يصفر باش بدا المقابله. واش كيدير؟ كيقلب في التيران وكيحفر في الكازون. واش شنو دايرين تما؟ واش دايرين الماء ولا دايرين شي واحد تما ملي كطيح حتى كيجرها كيمصها؟ ما فهمتش ولا شنو، ولا كيقلبوا غير على ما يقولوا، كيقلبوا يعني هادو بحال كيتسناوك في الفيراج، بحال هذاك وليد صادي ولا سميتو رئيس الاتحاديه الرياضيه ديالهم جالس واحد واش في المدرجات ديال الملعب وكيضرب في واحد الطبله، كيدير ليها هكا كيجرب واش هذيك الطبله بلاستيك ولا جاج. ما نعرف اش كيضرب، وماشي ماشي كيضربها غير صدفه، راه بيدات الكاميرا هو كيضرب مرارا وتكرارا. ما نعرف باش نمشي نقول لهم يا راه خلاو لي داروا لنا واحد الطبله ديال البلاستيك ماشي ديال الجاج. سبحان الله العظيم، والله العظيم الى هاد البشر ما شاء الله وصافي. وباش ما نعاود نطولوا، الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.